أحمد ومحمد ومحمود 3 شباب شاطرين قرروا إن هم يتشطروا أكتر وشجعوا بعض إن هم يحضروا دورة تدريبية، لكن كان رد فعل كل واحد فيهم مختلف عن التاني. تعالوا كده مع بعض نشوف كل واحد عمل إيه. أحمد فرح جدا بالمعلومات وحس إنه معاه كنز وقال لازم أتعلم أكتر وأكتر، ومحمد بدأ يشتغل على نفسه ويطبق العلم اللي اتعلمه. أما بقى محمود مش بس اكتفى إنه هو يطبق العلم اللي اتعلمه، لكنه قال أنا لازم أطلع وأعلم الناس زي ما ربنا أنعم عليا واتعلمت. طب ايه رأيكم بقى اننا عشان ننجح في اهم واكبر امتحان في حياتنا اللي هي الحياة اللي عايشينها لازم نعمل زي ما عمل محمود؟ يعني لازم نتعلم ونعمل باللي اتعلمناه ونعلم غيرنا، وده مش هيحصل غير لما يكون حوالينا صحبة صالحة اللي هتخلينا نستمر لو حصل وعطلنا في النص. والكلام ده طبعا مش كلامي، الكلام ده اللي علمه لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة العصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العظيم. يعني معنى كده إن الناس أغلبها هيبقى خسران إلا اللي هيعمل ال4 حاجات اللي اتكلمنا عنهم في الفيديو، إن احنا نتعلم العلم الشرعي وكمان أي علم من علوم الدنيا، بس طبعا يكون علم نافع، وده هيزود من إيماننا بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وإن احنا كمان نشتغل على نفسنا ونطبق العلم اللي اتعلمناه، وهو ده العمل الصالح. ومش بس كده، لازم كمان إن احنا نطلع ونعلم غيرنا، وهو ده التواصي بالحق. وآخر حاجة عشان نقدر نعمل كل دولة إن احنا نكون في صحبة صالحة اللي هتخلينا نستمر، وهو ده التواصي بالصبر. وبس كده، عندنا بقى الاختيار، يا ترى عايزين نبقى من المجموعة الخسرانة الكتير ولا من القليلين الشاطرين الناجحين يوم القيامة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.